من المحزن ان ممكن تبقى حاضر في محاضره والدك متكلف ماديا جامد، الله يكون في عونه، الناس فيها اللي مكفيها، وتلاقي واحد صاحبك بيشغلك. على فكره انا مش زعلان من صاحبك، انا زعلان منك. صاحبك اللي بيشغلك بيبقى مش مركز وعنده نوع من اللامبالاه. انت بقى وانت قاعد زي اللهبل صاحبك بيشغلك ليه؟ هو مش عاوز لوحده اللي يبقى وحش، مش عاوز لوحده يبقى قاعد مش فاهم. هو انا هبقى وحش لوحدي؟ ما انا لما اشغل اللي جنبي هنبقى احنا الاتنين وحشين، واحنا الاتنين لما نشغل اللي قدامنا نبقى احنا الاربعه وحشين. لو انت عندك ذره عقل، صاحبك اللي بيشغلك هو بيضرك مش بيحبك زي ما انت متخيل. زائد في حاجه نفسي اعرف، انتوا لما بتروحوا في الثانويه العامه تحضروا اي درس، هل انتوا بتحضروا مجانا؟ لا، انت ابوك شقيان وطالع عين اهله وحضرك المحاضره، يبقى المقابل تعمل ايه؟ ان انت تتقي الله في شقى ابوك وتقعد مركز. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.